الى حد كبير في المكان الصحيح. اذا التسلل هنا كان على اللاعب اللي ما راحتلوش الكوره والقرار كان غير صحيح. نشوف برضو مجموعه من الفاولات هنا. هنا تم احتساب فاول على بركات. مفيش حاجه. اذا كنت انا هتنافس على الكوره بهذا الشكل، طب احنا يعني لو احنا في كل اللعبات دي تستحق احتساب خطأ، يبقى عندنا التحام بهذا الشكل. برضه هنا فاول غير صحيح وتحذير للاعب من احتساب ركله. لا ارجع للقطه تاني، في عرقله ولا مفيش؟ ارجع للقطه تاني اهي اهي، يعني في عرقله، في عرقله، لعب الكوره في عرقله، القرار صحيح. ناخد حاله ثانيه كمان باليد في عرقله وحتى تحت في عرقله. نروح لحاله ثانيه. هنا احتساب فاول لصالح النادي الاهلي. نشوف اللعبه اهو، والاعاقه واضحه والقرار صحيح. هنروح هنا ل انه مفيش حاجه، وبعدين هنا كان بيلعب على الكوره وبعدين هنا فعلا في تهور وهناك انذار، والقرار صحيح لحكم المباراه على لاعب النادي الاهلي. شباب. نروح بقى هنا لحاله مهمه جدا في المباراه كابتن طاهر، حقيقه من ضمن الحالات اللي دقيقه نقف عندها اهي. هنا تم معاقبه فضل على وجوده في موقف تسلل، برغم ان هو يا كابتن متغطي ب 2 يارد او يارد. والغريبه انه الحكم المساعد في المكان الصحيح، في المكان الصحيح، مش في مكان خطأ، ده في مكان صحيح، وبرغم ذلك احتسب هنا برغم تسلل غير صحيح. فضل كان جميل ومؤدب ولم يعترض، برغم ما حدش اعترض، يمنع من هدف وهدف تم الغائه. بعد كده هنروح لانذار لاعب وادي دجله. لا، انذار لحسام غالي للتشويح. انا مش عارف الانذار لمين. لا لحسام غالي، يعني الصوره مش مبينه ولا حد فينا يقدر يقول الانذار لمين، لان هنا حسام غالي اهو. طبعا هنا في خطأ. هو هنا حسب، في فاول، في فاول لصالح وادي. اعتقد يا كابتن انه حسب كمل الكوره، انه حسب هاندبول على حسام. لا، القرار هو ما فيش انذار، قرار على حسام، ما فيش انذار المفروض، واحتساب ركله حره مباشره لصالح حسام. لا اوكي، بس هو حسام تصور ان الفاول ليه، فبعد ما لقى عكسي راح شوح فاداله الانذار لهذا السبب. لكن هو القرار الصحيح يجب ان احتساب ركله حره مباشره لصالح حسام. انما دي ما تستاهلش انذار؟ لا، التشويح تستاهل طبعا. هو ده الانذار على التشويح، مش عايز كلام. هي بس عشان الصوره ما كانتش واضحه بالنسبه لنا، احنا لما بنيجي ندي انذار لاعب بنجيبه ونديله الانذار. تسلل هنا نشوفه مره ثانيه. بعيده شويه مش هنقدر نتكلم عنها، فخلينا نمشي مع قرار الحكم المساعد، لان لحظه لعب الكره مش موجوده معانا. نروح للحاله اللي بعديها. محمد طلعت، وهنا سقوط محمد طلعت. صفاره الحكم هنا لتوقيع عقوبه على محمد طلعت. هو ما فيش ركله جزاء، لكن هو اللاعب بيحمي نفسه هنا. طب هيعمل ايه؟ يستنى لغايه لما يصطدم بيه حارس المرمى؟ مش هيقدر. فهنا التحايل مش موجود لانه الراجل بيحمي نفسه. احنا ما فيش ركله جزاء لكن في نفس الوقت انا لازم التمس العذر للاعب. نروح هنا اللعبه برضو مهمه في المباراه. نشوف هنا سلوك وائل بعد ما نزل على اللاعب، وبعدين
انذار من الحكم. اذا اديته انذار يا حكم يبقى انت شفت اللي حصل، يبقى لازم تقدره بالشكل الصحيح. اللي حصل ان هناك تدخل بعد السقوط من. طب هو الانذار كده اتاخد ولا حطه؟ ادى انذار. ادى يعني ادى انذار. وبعدين هنا في كلام، نشوف اللعبه اهي. تمام. هنا اهو. دي بقى الاخرانيه دي بقى اسمها ضرب بدون لازمه. وائل ضرب بدون كره. ده الجول الملغي كابتن. ده جول ملغي لطلائع الجيش. ونشوف اللقطه من زاويه التسلل. شوفها مره ثانيه اهي اهي. وادي لحظه لعب الكوره وفي 3 في موقف تسلل. نكمل اللقطه. لاعب واحد اللي في موقف سليم. نشوف مين اللي هيلعب الكوره اهو، اللي كان في موقف تسلل. اذا القرار صحيح. اذا وقرار متميز للمساعده كده. قرار صحيح. كابتن جمال غندور كالعاده بتشوف اللي ما بنشوفوش يا كابتن. شكرا. وايه الحلاوه والشياكه دي يا كابتن. كابتن طاهر بعد ما عندك اتفضل. عموما جدول الاسبوع السادس بعد نهايته كالاتي امام حضراتكم. المصري بيتقدم جدول المسابقه بعد 6 أسابيع برصيد 11 نقطة، ثم إنبي 10 نقاط، بتروجيت 10 نقاط، والإنتاج الحربي بنفس الرصيد. وكل هذه الفرق لعبت 6 مباريات. ثم اتحاد الشرطة 9 نقاط، الإسماعيلي، الزمالك، الأهلي، ويتبقى للأهلي مباراتان. مصر المقاصة في المركز التاسع، طلائع الجيش في العاشر، حرس الحدود المركز ال11 برغم فوزه اليوم. الاتحاد السكندري في المركز ال12، الجونة في المركز الثالث عشر، والمقاولون العرب اليوم ارتفع رصيده إلى 4 نقاط، احتل بهم المركز رقم 14، وهي خطوة على الطريق لفريق عريق بحجم المقاولون العرب. ثم وادي دجلة وسموحة الوافدين الجدد للدوري الممتاز في المركز ال15 وال16 ب3 نقاط ونقطتين لكل منهما. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة. شكرا لنجوم استاد النيل، وإلى اللقاء يتجدد دائما لكم منا كل التمنيات، وإلى اللقاء. لعيبة ظهروا